واعتقد يا سيد شيكابالا لو انت زعلان من النداء بتاع عيوطة فاحمد ربك ان هم ما قالوش شيكابالا وتعالى. احمد ربك يا اخي قسما بالله، وانا بشتري التيشيرت الجامد ده من كام شهر فاتوا من قبل الموسم ما يبدأ اساسا، وانا جايبه لسبب ما. السبب ده بيني وبين نفسي كده حاجة في نفسي يعقوب، ان انا وانا بشتري التيشيرت بقول في نفسي هلبسه لما اسوان يكسب الزمالك. اصل معروفه فريق هلهوله، اي حد طالع من القسم الثاني في اول موسم ليه لازم يكسبه. واسال اسوان واسال جولدي واسال القناه واسال النجوم واسال وادي دجله واسال مصر المقاصه واسال كتير كتير يا جدعان. انا قديم في تشجيع الدوري المصري وقديم وانا بتفرج على النادي الاهبل ابن الاهبل اللي اسمه الزمالك، اللي مشجعينه في اثناء ما احنا كده بنتكلم وانت بتتفرج على الفيديو اللذيذ ده هم جايين في الطريق وهم رايحين كانوا متصدرين، هم في الطريق لاسوان راكبين القطر رايحين متصدرين، وهم راجعين بيتفرجوا على الاهلي على الموبايلات وخسروا الصداره. هم في الطريق راجعين من اسوان في رحله هتكون فوق ال 14 ساعة، 12 ساعة في القطر وساعتين عقبال ما ينزلوا من محطة رمسيس ويدوروا على مواصلات وكل واحد يروح بيته. 14 ساعة يا جدعان رايح و14 ساعة راجع، وحشد وإطار كامل قطر كامل محجوز ووجبات لانشون وفيجيتار وكاتشب ومايونيز، وانا ما خدتش يا بيه وشيبسي فوكس وشيبسي مش عارف ايه. ليه كل ده؟ مش انتم مفهمين نفسكم وواهمين نفسكم وعايشين في ميه البطيخ وبتقولوا ان احنا الاكثر شعبيه؟ مش انتم مفهمين نفسكم ومفهمين الجيل الصغير يا عيني اللي طالع معمي، اللي هو لقى مثلا والده زملكاوي ولا اخوه الكبير زملكاوي وهو بيحب اخوه فقال لك انا هطلع اشجع الزمالك عشان اخويا او فلان او قدوتي او ايا كان زملكاوي؟ مش انتم مفهمين الجيل الصغير اللي طالع ده ومفهمين نفسكم وبتضحكوا على عقلكم الباطن وبتقولوا الزمالك اكثر شعبيه، خصوصا في أسوان بلد النوبة، البلد الجميلة السمراء اللي أهلها طيبين، علشان شيكابالا زمالك شيكابالا أسواني، شيكابالا من نوبة، شيكابالا بشرة سمراء، والناس دي أهلهم هم وأهلهم بشرة سمراء، فإحنا يعني في حتة من هنا على حتة من هنا وفي توافق. لو انتوا فعلا صادقين والله العظيم ما هتحتاجوا تحشدوا ولا هتحتاجوا تنيلوا ولا هتحتاجوا تستلفوا ولا هتحتاجوا تعملوا اهدار مال عام من خزينه مؤسسه حكوميه اللي هي نادي الزمالك، عشان طبعا انتوا عارفين ما حدش بيحاسبها ولا حد بينيلها، عشان تطلعوا قطر وعشان تشتروا وجبات. وعلى لسان رئيس النادي نفسه بيقول لك ان القطر ده مكلفنا فوق النص مليون جنيه ذهابا وايابا، والوجبات كلها على حساب نادي الزمالك، يعني بما لا يدع مجال للشك. جمهور او فئه من جمهور نادي الزمالك بتقول لك طب ما انتوا كمان سافرتوا المغرب وبتدفعوا اقساط الرحله وخسرتوا ابطال افريقيا وخسرتوا النهائي ولحد النهارده بتدفعوا. بمزاجي ادفع، بمزاجي ادفع من جيبي، اكل في بيتي من حر مالي، يبقى كرامتي جوايا، عيني مرفوعه مش مكسوره. يا تافه يا حقير يا صفيق، خلي عندك كرامه، خلي عندك مروءه، خلي عندك شهامه، خلي عندك عزه نفس. تسمع عنها ولا كره الاهلي عميك؟ تسمع عنها ولا ما تعرفش عنها حاجه من كتر ما انت متربي على حب نادي اتوجد اصلا واتعمل اصلا عشان يحارب النادي الاهلي، نادي الوطنيه اللي بجد. وعايزك تتخيل كده معايا منظر مرتضى منصور واتباعه المطبلاتيه اللي حواليه، اللي بعد الهلك والترتيبات والمصاريف والتوديه والمجي والمرواح والوجبات والاتفاقات ومطعم ابو السيد واللي والتصريحات الاعلاميه والهلك اللي حصل ده كله، عايزك تتخيل منظره بعد الفوز النهارده الصبح اسوان اللي عملوا على الزمالك. عايزك تتخيل بس منظره. انا عارف طبعا التيشيرت والشعار ده هينرفزوهم لو اي حد زملكاوي يتفرج على الفيديو، ولكن انا يا ابني موجود عشان انرفزك يا ابني يا حبيبي. انت فاكر انا طالع عشان اتكلم مثلا على لا، انا طالع عشان انرفزك. هتقول لي ان انت بطل الدوري الموسمين اللي فاتوا زي ما كان بيقول النهارده المذيع مش فاكر اسمه ايه اللي كان بيعلق على ماتش الصبح. هتقول لي اسوان تفوز على بطل الدوري في اخر موسمين. ايه لازمه ذكر ابطال الدوري في اخر موسمين؟ ما طبعا ما لهاش اي لازمه، ولكن بما انك ذكرتها فحب افكرك بس ان انت بطل الدوري في ظروف الرشوه وفي ظروف الاحتواء
وفي ظروف ميزانية بند التوازن في ميزانية وزارة الشباب والرياضة. وعايز افهمك بس ان انت بطل الدوري في تكاتف الاعلام والصحافة والوزارة واللي والمولتو والست ام حلق وساسي وما تسيبناش يا ساسي وجرح احساسي وشرقي وبن قلبي وابو جبل. وكل ده حصل، كل المنظومة تكاتفت عشان يدولك الدوري كامل مكمل بمساعدة اللي مش على قدر المسؤولية اللي كانوا بيلعبوا في الأهلي، وما زال منهم بيلعب في النادي الأهلي حتى الآن، ولكن بمساعدة النادي الأهلي عشان هو كان ضعيف. وانت حتى في ضعف النادي الأهلي مش عارف تاخد البطولة بطولك، وبتاخدها بمساعدة البلد كلها. كل المنظومة بتتكاتف عشان تديك البطولة. فاوعى تفتكر ان انت بطل كده بإيدك ولا بدراعاتك. انت عارف وانا عارف وكل الدنيا عارفة انت ازاي بطل. والشيء بالشيء يذكر، وطالما ذكرنا اهل اسوان الطيبين والناس السمر الجمال يبقى لازم نذكر الزفه اللي استقبلوا بيها النهارده حبيبهم بين قوسين العيوطه. العيوطه شيكابالا، العيوطه شيكابالا. وهو فعلا ما كدبش خبره، وكان طول ال 90 دقيقه بيعيط سواء جوه الملعب او بره الملعب على الدكه لما خرج، وكان بيعيط على الحكم وبيعيط بعد ال 90 دقيقه ما خلصت. والكابتن الحكم ما اداهمش الفوز على طبق من ذهب، ولا حسب لهم بيلين، ولا حسب ولا لغى جون لاسوان ولا اي حاجه يعني. ففعلا هو ما كدبش خبر وصدق كلامهم، واثبت لهم بما لا يدع مجال للشك ان هو فعلا زي ما هم قالوا. واعتقد يا سيد شيكابالا لو انت زعلان من النداء بتاع عيوطه فاحمد ربك ان هم ما قالوش شيكابالا وتعالى. احمد ربك. وبالمناسبة دي لو انت حضرتك لسه ما تعرفش، فاحب اقول لك ان ده الاسبوع ال11، وده الاسبوع الاول اللي يبدأ فيه شيكابالا اساسي في مباراة في الدوري. ودي اول خسارة لنادي الزمالك في الدوري هذا الموسم. انا مش بقول يعني اللي هو لا سمح الله وشه كده ولا كده، انا يا سيدي مش بقول، انا بعرض الموضوع والمعلومة والحكم لحضرتك. وطبعا ما ينفعش ننهي الكلام عن ماتش الزمالك واسوان من غير ما نذكر المحترم الخلوق المؤدب الاخلاق الجميل الانسان المتدين اللي عارف دينه وعارف ربه، المحترم الجميل الخلوق الرائع، الكابتن ايمن الرمادي المدير الفني او المدرب لنادي اسوان، اللي امبارح نزل تويته بيقول او حاجه على الفيسبوك بيقول: يا جماعه نداء الى المسؤولين عن مواعيد ماتشات الدوري العام المصري، احترموا ديننا واحترموا شعائرنا. وكأنه بيتكلم عن دين، هو يعني متبع دين غير اللي متبعينه المنظومة الرياضية في مصر او اللي مسؤول عن مواعيد اللقاءات. بيقول ما تحطوش الماتشات في مواعيد الصلوات، احترموا ان احنا عايزين نصلي، ولا بارك الله في رزق يلهي عن الصلاة. طبعا الكرة في الاول في الاخر رزق بالنسبة للعيبة والاداريين وكل الناس، ففي الاخر ده رزق وده رزق بيلهي عن الصلاة، فاكيد ربنا مش هيبارك فيه. هو قال كده امبارح على الفيسبوك. النهاردة ربك بيوفقه وبيخليه يكسب نادي يعني كان متصدر كده لمدة كام ساعة صدارة الدوري العام المصري، وخدها منه الأهلي ورجع لمكانته الطبيعية بالليل الساعة 8:30 ولا حاجة بعد انتهاء مباراة الأهلي وبيراميدز. فكل الشكر والتحية والتعظيم والإجلال للرائع الخلوق اللي أنا أتشرف ان النموذج ده يكون متواجد وسطينا في الرياضه المصريه وفي الكره المصريه. اتشرف ان هو لو قاعد بيتكلم في مؤتمر صحفي، ولا قاعد بيدرب فرقه، ولا هو اصلا ماسك فرقه. اتشرف ان مثلا ابني يبقى قاعد قدام الشاشه بيتفرج على النموذج ده، يتعلم منه، يسمع واحد ليه علاقه بالكوره زي كابتن محمد ابو تريكه، زي كابتن ايمن الرمادي، وبيذكر في نفس الوقت دينه وربه طول الوقت، بيذكر عقيدته بيذكر الناس بالدين وبالذكر وبالصلاة. هي دي أساس وعمود الحياة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل اللي احنا بنعمله ده هري ولا ليه علاقة بأي شيء ليه نفع، ولكن اللي الناس دي بتقوله بيذكروك وانت قاعد تتفرج على حاجة بتصنف كلهو، وهي فعلا لهو يعني، مش هنكدب على بعض. فكل التحية والتقدير والإجلال للكابتن أيمن الرمادي خلقيا وفنيا. النهاردة شفنا شوط أول عالمي ولا أروع. قلع البروفيسير اللي هم بيقولوا عليه البروفيسير ده، قلعه كده يعني الترنج بتاعه، وقام ملبسه الجلابية الصعيدي، يعني ما لبسوش حاجة لا سمح الله، قام ملبسه الجلابية الصعيدي وقال له
الكوره كما تحب ان تراها، وراله الكوره يعني ايه في الشوط الاول، وكشف الزمالك اللي من اول الموسم احنا عمالين نقول ان لا في حاجه اسمها زمالك ولا في حاجه اسمها بتنجان. هو القصه كلها في 2 لعيبه فايقين طول الوقت اللي هم زيزو وامام عاشور، وكل مباراه بيفوق معاهم واحد تالت، التلاته دول هم اللي بيسندوا الزمالك وهم دول اللي بيتسببوا في الفوز. النهارده لما اتقفل على مفاتيح لعب نادي الزمالك وما كانوش الاتنين دول موفقين، اديكوا شفتوا الزمالك عامل ازاي، ملط صلت جلط، وهو ده الزمالك. مش مفاجاه بالنسبه لي على الاقل. ودلوقتي نروح في عجاله نتكلم على مباراه النادي الاهلي وبيراميدز. النادي الاهلي بيعود لصداره الدوري العام، البطوله المفضله. حصل ايه لما النادي الاهلي لعب في ظروف شبه طبيعيه؟ حصل ايه لما جمهور النادي الاهلي 1/1,000,000 من جمهور النادي الاهلي رجعوا المدرج؟ جمهور النادي الاهلي اللي بجد، جمهور المدرج اللي بجد. حصل ايه؟ حصل ايه لما جبتوا حكم عادل في مباراة الاهلي وبيراميدز، المباراة المشبوهة على مدار ال3-4 سنين اللي فاتوا اللي بيجي لها حكام مشبوهين؟ حصل ايه لما جبتوا في مرة حكم عادل؟ حصل ايه لما كان الظروف طبيعية؟ حصل ايه لما المباراة قبلها كان في دعم للاعيبة النادي الاهلي؟ حصل ايه لما جمهور الاهلي اللي بجد رجع المدرج؟ حصل 3-0. حصل 3 للأهلي، 0 لبيراميدز، و0 لاتحاد الكورة، و0 للإعلام، و0 للجمهور اللي هو الزمالك وأتباعهم اللي هم كارهين النادي الأهلي كلهم على بعض، كلهم فئة واحدة. حصل إيه لكل المنظومة؟ قهر. النهاردة نايمين مقهورين، الناس دي نايمة مقهورة، الظالمين نايمين مقهورين النهاردة عشان الأهلي تربع على صدارة الدوري، عشان حسوا إن النادي الأهلي بدأ يقف على رجله. كولر، انا كنت دايما طول الوقت بقول ان شخصية الفرق الكبيرة زي الاهلي، زي منتخب مصر في افريقيا، زي مثلا ريال مدريد اللي بعيدا عن رأيي فيه ان هو بيقولوا ان هو الاول في اوروبا واللي وانا كنت بنتقد يعني في نهائي دوري ابطال اوروبا الاخير في البطولة كلها ان هو كان يعني بيتبهدل، بيتفرم، بيتمسح بيه بلاط الاستاد كل ماتش، ولكن كان بيكسب. فجمهور ريال مدريد كان بيطلع يسقف وزغاريط وبتاع، المهم ان احنا بنكسب وبنعدي. وانا كنت بطلع اقول يا جماعه دي مش شخصيه بطل، خلاص انت بتكسب، ما تقوليش بقى انا بطل، ما تقولي البطل عنده شخصيه البطل. ايه هي شخصيه البطل؟ ان انا اخش عليك افرمك، اخش عليك كده امسك وشك تك 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 اورم لك وش، خلاص انا كده انت عرفت ان انا بطل، واللي حواليك عرفوا ان انا بطل، والشارع اللي احنا واقفين فيه شافوا وعرفوا ان انا بطل. ليه؟ مش عشان انا كسبتك، عشان انا هنتك على مدار الخناقه كلها. انا طالع من اول دقيقه لاخر دقيقه انا اللي طاغي، انا اللي راكب، انا اللي مسيطر، انا اللي مستحوذ، انا اللي معايا كل حاجه. لكن حتى في نهائي دوري ابطال الموسم الاخير هم خطفوا كوره، اللي هو الجون بتاع فينيسيوس جونيور، كوره هم خطفوا كوره. في نفس الوقت صلاح عامل لوحده 6 محاولات على مرمى كورتوا. طالعين جمهور ريال مدريد بعد البطوله فرحانين، اي نعم لازم يفرحوا بالبطوله، ده شيء طبيعي ومنطقي، ولكن ما تكلمنيش عن بطوله، ما تكلمنيش عن شخصيه البطل، لانها غابت عنك. انت كسبت ولكن بدون شخصيه البطل، بدون سيطره البطل، بدون استحواذ وهيمنه البطل. كذلك الاهلي، كذلك منتخب مصر مع كارلوس كيروش. انا كنت بقول ان مش ده منتخب مصر. منتخب مصر هو منتخب مصر مع حسن شحاته، ينزل من اول دقيقه لاخر دقيقه فارم اللي قدامه. هي دي شخصيه البطل وشخصيه الفرق الكبرى. النهارده انا بشيد بكولر على الرغم من ان هو ما كانش معاه الاستحواذ وما كانش الاحسن على مدار ال 90 دقيقه، ولكن برافو. ليه برافو بقى؟ انا ليه حكيت لك الدقيقتين الاخرانيين دول؟ عشان اقول لك ان ده انا ما عنديش شيزوفرينيا ولا حاجه، ولا عندي فصام في الشخصيه، او ولا عندي انتقاد ان انا بناقض نفسي ان انا بقول رايي والراي الاخر ضده ونفس الشخص اللي بيقوله. لا، انا بقول ان الاهلي المفروض يتحلى بشخصيه البطل لانه بطل. بس النهارده برافو كولر على الرغم ان هو ما سيطرش. ليه بقى؟ النقطه هنا بقى، كل الكلام اللي فات ده تمهيد للجملتين اللي جايين. ليه برافو كولر على الرغم من انه ما كانش الافضل؟ لانه بيصير الفرقه اللي معاه لحد يناير، لحد الصفقات الجديده ما تيجي. لانه انت عارف وانا عارف، كل الناس عارفه ان مش ده سكواد النادي الاهلي. كل الناس عارفه ان اللعيبه دي مش على قدر مسؤوليه النادي الاهلي. كل الناس عارفه ان اللعيبه دي في كتير منها هيمشي،
وان اللعيبه دي عشان تليق بالنادي الاهلي وجمهوره هتتغربل، والجيد جدا هو اللي هيقعد، والجيد واللي تحت الجيد هيتوكل على الله. اذا انا ككولر ما عنديش قماشه، وانتوا وكل الناس عارفين. اذا انا بصير بالقماشه اللي معايا مؤقتا حتى اجدد دمائي، حتى اجيب الصفقات والسكواد يتجدد. فبرافو كولر، برافو الجهاز الفني للنادي الاهلي، برافو اللاعب رقم 1 والاخير، الاول والاخير في النادي الاهلي وفي المنظومه على مدار تاريخه، من اول يوم تم انشاء فيه النادي الاهلي حتى النهارده وحتى يوم يبعثون ان شاء الله، هو جمهور النادي الاهلي، رجاله النادي الاهلي، ولاد النادي الاهلي اللي بجد هم اللي مش منتفعين منه، هم اللي قاعدين في المدرج اروح كسبان اهلي اروح فرحان اهلي كسبان. هم دول اللي الفئه الوحيده اللي في منظومه الاهلي مش منتفعه منه، بالعكس هي اللي بتصرف على النادي، هي اللي بتصرف دعايه وتيشيرتات وحقوق بس وحضور مباريات وشراء منتجات النادي، هي اللي بتصرف على كل شيء في النادي، هي المنظومه، هي الروح، والنادي الاهلي هو الجسد. فبلا روح الجسد ملوش اي عازه، الجسد هيتعفن ويتحلل. برافو جمهور النادي الاهلي اللي النهارده كانوا الالف بصوت مليون. زي ما عودتونا هتافاتكم مش كلام، هتافاتكم افعال، ومواقفكم يشهد عليها التاريخ وسيشهد باذن الله. اعظم جمهور في الكون لاعظم نادي في الكون. الف مبروك صداره الدوري، هارد لك لاسوان ان هو ما كسبش بنتيجه اكتر من 2-1 يعني. وبالمناسبه كلمه هارد لك افتكرت يعني ان النهارده المدرب وهو رايح يسلم بعد مباراه الزمالك واسوان، مدرب اسوان رايح يسلم على الترنج بتاعهم ده، الفرارجي اللي ماسكهم، وبيقول له هارد لك. فالمنطقي والطبيعي بالله عليكم ايه اللي يحصل؟ بالله عليك هارد لك، خلاص هي ثانيه بتتقال وثانيه بيترد عليها، وبعد كده كل واحد بيلف يسلم على لعيبته وبيروح، خلاص الماتش خلص. يقول له ايه؟ حصل والله حصل. بيقول له اهم حاجه بس تلعب نفس الاداء اللي انت لعبته قدامي ده تلعبه قصاد الاهلي. والله قال له كده، والله قال له كده. بص الدماغ، انا كنت فاكر ان جمهورهم واعلامهم وادارتهم هم بس اللي عندهم الخزعبلات دي في دماغهم، طلع ان هم كمان بهتوا على الاجانب، اقنعوا الراجل الغريب اللي تاريخه كله في مصر 4 سنين او اقل، بتهيألي 3 سنين، عمره كله ما قعد في مصر 3 سنين، دسوا له، عملوا له غسيل مخ. الراجل بيقول له هارد لك، جود جيم، جود بلاي، ويل بلاي، اي حاجه. يقول له اهم حاجه بس تلعب نفس اللي انت لعبته قدامي ده قصاد الاهلي. ايه ده؟ ده انت الاهلي واكل دماغك، ده انت واكل دماغكم كلكم. الله يكون في عونكم يا ابني. عشان اقول لكم انتوا، يلا مش وقته. لحد هنا بتنتهي الحلقه، اتمنى ان انا كنت ضيف خفيف على حضرتك، بقدر وقت حضرتك جدا، بحترم شخصك جدا، دمتم جميعا بالف خير، صلي على سيدنا محمد. ما تنساش دي اهم حاجه في يومك. وفي الختام احلى سلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.